اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الخير وصباح التفاؤل وصباح التوفيق في كل أمور حياتنا. بصوا بقى الوقت ده المطبخ عندي كان يضرب يقلب ليه، لأن كنت بفرز شوية حاجات هتشوفوهم في فيديو تاني. بس أنا مع اللخبطة دي كلها مش عارفة ليه جالي إن أنا عايزة أعمل محشي. أنا كنت مفرزة ورق الكرنب وسلقاه وكل حاجة تمام. طلعته وكان انا بفرز كمية من الطماطم، فخدت شوية كده ضربتهم وقلت اعمل الصلصة تتسبك قبل ما نشوف هنعمل ايه، لان في فدان خضرة على الرخام عايزة اتصرف فيه واشوف هعمل ايه فيه. هنا كده حمرت البصلة سبتها لحد ما تحمر كويس قوي علشان الصلصة تبقى حمرة جامد، ونزلت بعصير الطماطم. سيبوها بقى ونغطوها ونسيبوها ونشوف هنعمل ايه. هنا دي خضرة المحشي، البقدونس والشبت. انا قلت لجوزي هات لي خضره محشي، بس هو جاب كميه كبيره جدا، هو من النوع اللي بيحب الخضره تبقى كتير قوي قوي قوي، اكتر من اي حاجه في المحشي. وده جرجير هنسيبه دلوقتي يا اما هنغسله ونركنه على جنب. انا غسلت الخضره كويس جدا غسله محترمه كده، وعايزه اقطعها على مرتين عشان كميتها كانت كبيره. لو لسه بتشوفوا الفيديو لحد هنا ما تنسوش تصلوا على النبي وتشتركوا في القناه وتقولوا لي رايكم في الكومنتات. نقطع هنا الخضرة بس نحاول على قد ما نقدر ان احنا نقطعها بحجم صغير جدا. انا قطعت هنا نصهم وحطيتهم في الحاجة اللي انا هشتغل فيها واعمل فيها الخلطة. ده برضو بقية البقدونس. انتوا هتلاحظوا لما اجي اعمل الخلطة ان كمية الخضرة كتيرة جدا جدا جدا، وانا كنت عايزة اشيل منها بس هو قال نخليها. ده بقى الشبت، برضو نقطعه حتت صغيرة خالص عشان ما تكونش باينة قوي. هو فعلا هتبقى باينة اوفر وانتوا هتشوفوا كده، بس كانت بصراحة طعمها حلوة جدا. وما ننساش ان الخضرة مفيدة جدا جدا جدا، ولو الولاد بياكلوا المحشي هيحبوه قوي، وكده انت هتبقي بتدخلي لهم الخضار جوه الحاجة وهما مش هيبقوا حاسين، هي هتدي طعم حلو. انا بقى غسلت الرز غسله حلوه ونزلت بيه على الخضره، وهنا كانت الطماطم خلاص اتسبكت. نزلت بكميه حلوه عليها كده، وابتدي بقى احط البهارات اللي تعجبني او اللي موجوده عندي. حطيت ملح وفلفل اسمر وبابريكا. البابريكا هنا بتدي طعم ولون، اللون الاحمر للمحشي الحلو ده البابريكا بتساهم فيه. نزلت بشويه حلوين كده من البابريكا ونبتدي نقلب مع بعض. قلبي بقى كويس كده علشان الخلطه تبقى حلوه ومظبوطه معانا. انا هنا حسيت ان هي عايزه شويه صلصه تاني. بصوا زي ما قلت لكم انا هنا قلقت لما شفت ان الخضره كتيره قوي على كميه الرز والصلصه، بس لما دقته بجد طلع طعمه حلو قوي قوي قوي. حطيت كده شويه صلصه كمان، ونقلب بقى بالمعلقه الخشب، لان انا المعالق السيليكون دي بصراحه مش بحبها قوي. يعني هي اخرها كده اغرف بيها حاجة شكلا، بس بصراحة بعد ما استخدمتها حسيت ان هي مش للاستعمال قوي. المعالق الخشب بتنجزني اكتر. بصوا بقى هنجيب الحلة اللي احنا هنعمل فيها المحشي وهنحط من تحت. انا جبت طماطمية كبيرة كده وقطعتها شرايح ورصيتها من تحت في الحلة، وكان عندي جزر مفرزاه في الفريزر طلعت شوية كده وحطيتهم من تحت. اما بقى البصل، انا من ضمن الحاجات اللي انا كنت بفرزها كنت جايبه 4 كيلو بصل طحنتهم كلهم في الكبه، ونسيت خالص ان انا اشيل حبه استخدمهم كده. المفروض كنت اقطعه حلقات واحطه من تحت، بس مش مشكله. خدت شويه من اللي انا فرماهم وحطيت شويه من تحت، وزودت كمان على الخلطه معلقتين بصل كده، وكمان حطيت شويه توم من تحت وشويه توم في الخلطه. كده بقى خلاص كل حاجة بقت جاهزة معايا. الحلة اللي انا هحشي فيها جاهزة معايا، والخلطة كمان مظبوطة وحط عليها كل حاجة. يلا بينا بقى نحشي المحشي. ده كمان الورق اللي انا هبتدي احشي فيه. بصوا بقى هو المحشي الورق لونه ما كانش مخضر، بس كتر الخضرة هو اللي خلانا نشوف احساس ان هو الورق مخضر، بس الورق كان فاتح عادي ومفيهوش اي حاجة. تعالوا نحضر الحاجة اللي احنا هنسقي بيها المحشي. انا هنا جايبه شويه ميه حطيت عليهم شويه محترمين كده من الصلصه اللي انا كنت مسبكاها، وحطي البهارات اللي بتحبيها. برضو انا حطيت ملح وفلفل وبابريكا، وانا تحت نسيت اوريكم ان انا كنت حاطه معلقه زيت ومعلقه سمنه، ومن على الوش كمان هنحط معلقه سمنه. قلبيها كويس بقى، ولازم الملح بتاعها يكون مظبوط. ويلا بينا نسقي المحشي بقى. نهز كده الحله هزه بسيطه عشان الميه تنزل لتحت. وانا بقى كنت سايبه برضو شويه صلصه كمان علشان انا بحب احط الصلصه من على الوش، بتدي لون تحفه وطعم تحفه.
كده بقى المحشي بقى جاهز معايا، مش ناقص ان هو يتسوى وبس. حطيته على النار وغطيته، وتعالوا نشوف هيطلع عامل ازاي. في الوقت ده بقى كان البيت ريحته مقلوبة من المحشي، كان ريحته يا جماعة فظيع فظيع فظيع. والطعم طبعا انا ما اقولكوش، لازم تجربوا بنفسكم. على فكرة الناس اللي بتستصعب المحشي، والله يا جماعة المحشي ده من أسهل الحاجات اللي ممكن تعمليها، خصوصا بقى لو انت أكلة وبتحبي المحشي. وخصوصا كمان لو انت بتبقي مفرزة ورق الكرنب وشايلاه في الفريزر جاهز، يا دوب بتطلعيه، كمان بتبقي شايلاه متقطع وجاهز، يا دوب بتطلعيه بتحضري الخلطة بتاعتك برضو بتبقى في منتهى السهولة. المحشي ما فيهوش أي حاجة صعبة يا جماعة. هو بس كده. اتمنى بقى لو الفيديو بتاعي عجبكم تقولولي في الكومنتات، كومنتاتكم بتفرحني جدا جدا. باي.